السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قاد رياض محرز فريقه الأهلي السعودي لإنهاء الدور الأول لدوري أبطال آسيا في الصدارة، وهذا ما جعل الجماهير السعودية تمدحه كثيرا. شاهد للأخير لتعرف جميع التفاصيل، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد. تمكن الدولي الجزائري رياض محرز من التسجيل والصناعة ضد فريق الغرافة في دوري أبطال آسيا، والذي يلعب له الدولي الجزائري الآخر ياسين إبراهيمي، والذي تمكن هو كذلك من التسجيل. وبعد نهاية المباراة تغنت الجماهير السعودية برياض محرز كثيرا. أحد المدونين على موقع إكس كتب: مين فيه لاعب يساهم ب12 مساهمة ب8 مباريات وهو يعيش فترة بتصنيف الكل سيئة. رياض محرز على الصعيد الشخصي، محرز اللاعب الوحيد اللي أقدر أتقبله حتى بأسوأ لحظاته، لأني أعرف أنه بلحظة يغير كل شيء، لكن أمثال كيسي وغيره حتى لمستهم طبيعية فاقدين. ومدون آخر كتب: تاريخي، رياض محرز يكتب التاريخ مع الأهلي. الجزائري محرز أكثر لاعب إفريقي في تاريخ النادي الأهلي مساهمة بالأهداف، 47 مساهمة تهديفية. وآخر مدون هو الإعلامي حفيظ دراجي، والذي كتب: بعد أن سجل هدفا وقدم تمريرتين حاسمتين ضد الغرافة في المباراة التي انتهت بفوز فريقه الأهلي ب4 أهداف مقابل هدفين، أصبح رياض محرز أكثر لاعب صناعة للأهداف في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الموسم.